المهم بنات بالنسبه للمقادير ديال كاشير، انا كنستعمل هنايا كاشير بلا لحم بلا دجاج. مقادير بسيطه وعاديه متواجده في جميع البيوت. كنتمنى الفيديو يعجبكم والطريقه تعجبكم. اللي نقدر ناكد لكم ان هذا الكاشير كيجي بنين بزاف، سورتو لا عطرتوه مزيان راه كيجي لذيذ بزاف. بالنسبه للمقادير هنايا عندي واحد 3 ديال المعالق ديال الروز مسلوق، يعني حتى سلقته عاد عبرت 3 ديال المعلقات وحطيتهم في الزليفه. روز عادي صفر سلقته في الماء مع شويه ديال الملحه، عبرت 3 ديال المعالق هما اللي كاينين هنايا. غادي نحتاج هنا واحد 4 ديال البيضات. حجم هنا عندي حجم صغيور، هانتوما كتشوفوا الزليفه راه ما عامراش. 4 ديال البيضات صغيورين، يمكن لكم تستعملوا 3 كبار. هنايا عندي 3 ديال المعالق كبار ديال السميده ديال الحرشه عاديه. غادي نحتاج واحد نص كاس ديال زيت نباتي، زيت عادي نص كاس. بغيتو تضيفوا له شويه ديال زيت الزيتون كيبقى لكم الاختيار بطبيعه الحال. غادي نحتاج هنايا واحد الباربه، ما غاديش نزيد ملون، ما غاديش نضيف ملون غذائي، غادي نكتفي هنايا بالباربه. بغيتو تزيد تضيفوها وهي خضراء احسن، غادي يعطيكم اللون مجهد. انايا المذاق ديال هاد الباربه هادي شكيت فيها انها ما غاديش تكون باربه زوينه بزاف، هادشي علاش سلقتها. عندي هنايا باربه تقريبا متوسطه الحجم، وهنايا عندي 3 ديال الفريمجات متلتين، وعندي هنايا حبه ديال الكنور بكري باش كتزيدها كتنسم. وبالنسبه للعطريه انا هنا غادي نخدم بالتحميره، الكمون، البزار والملحه، ولا بغيتو تضيفوا الهريسه ضيفوها. انا غادي نضيف شويه ديال السودانيه لحقاش كيعجبني كاشيره كيكون شويه حار. غادي نخدم كلشي هاد المقادير كاملين دقه واحده في المونينكس. غنضيف كلشي في هاد المونينكس، يعني من هنا باقي فيها شويه ديال الماء. المهم انا ما كنعرفش نخدم الصراحه شي كوزينه من غير كوزينتي، هذه كوزينه الوالده ما علينا. غادي نخدم كلشي في المولينكس. غادي نبدا بالبيض هو الاول، كلشي نطحنو دقه واحده. اذا هنا نضيف 4 ديال البيضات، هاد نص كويس ديال الزيت. غادي نضيف كذلك هاد الكميه ديال الروز، كميه ديال الباربه اللي عندي، هنا هاد 3 ديال الفرماجات، وهاد كنوره ديال البكري. نحاول هكا نقسمها شي شويه على 4 باش تطحن مزيان. ثلاثه ديال الفرماجات غادي يطحنوا بوحدهم. وبالنسبه للعطريه نشارك معكم، انا الروز هنايا راه سلقته بواحد شويه ديال الملحه، يعني هنايا ما غاديش نضيف الملحه بزاف، غادي نضيف غير شويه وصافي، تقريبا هذا القياس باش ما تجيكمش مالحه. الفرماج حتى هو راه فيه شويه ديال الملوحه. المهم الملحه، البزار شويه وصافي تقريبا. نتوما تعرفوا القياس ديالكم، انا غنحاول نقص من البزار ونزيد في السودانيه. درت هنايا شويه ديال البزار، شويه ديال التحميره. حتى التحميره غادي تساعد على انها تزيدنا اللون. ممكن تكثروا شحال ما بغيتوا، راه ملون طبيعي احسن من اننا نشريو الجاهز. وبطبيعه الحال شويه ديال الكمون، بما انه مكون صحي غير عمرو المعلقه على حسابي ماشي مشكل، غادي نزيد. وكاخر اضافه غادي نضيف شويه ديال السودانيه، ها هي ماما دقاها على يديها، دايرها في هاد القريعه هادي ديال المايونيز. نحرر ليهم هاد الكاشير، ماما طلباتني نصايبوا ليها، خوتي كيعجبهم فيه الحرور حار. غادي ندير السودانيه وراها قاطعه الله. المهم نجعل البركه ما نزيدش نخرج عليهم. بالنسبه للسميده البنات غادي نضيف واحد المعلقه دابا، ومن بعد ملي غادي نطحن غادي نشوف الخليط واش غادي يبقى جاري ولا غادي يعقد. الا بان لي عقاد غادي نضيف غير معلقه واحده، الا بان لي باقي جاري غادي نضيف 2 معالق. المهم انايا دابا غادي نضيف معلقه معكم، ومن بعد غادي نشوف تقريبا شحال غادي يزيد. غنضيف معلقه عامره ديال السميده.
وغادي نطحنو وغادي نرجع نقول لكم واش غادي نزيد السميده ولا ما غاديش نزيدها. المهم انه هذا راه كيخص القوام ديالو يكون ثقيل واحد شويه. المهم نطحنها ونرجع معكم ان شاء الله. المهم بنات انا طحنته كيبان لي باقي جاري واحد شويه، شوفوا كيبان باقي هكا شويه جاري. غادي نزيدو معلقه واحده اخرى ديال السميده ولا 2 معالق، كنظن هي باش ماله ديال 3 ديال المعالق باش يجيني هو هذا. حاجه انا تقريبا كنديرو مرارا وتكرارا بنفس المقادير، ولكن كيبقى الاختلاف كيكون على الحجم ديال البيض كبير صغير اولا. اذا هنايا استعملت 3 ديال المعالق كاملين ديال السميده. غادي نسد غادي نطحن غادي نعاود نطحنها مزيان حتى تولي الخليط متجانس، وغادي نرجع نكمل معكم الفيديو باش نديروه في القالب ونديروه يطيب. عودنا البنات تقريبا الخليط ها هو ولا جاهز. المكونات اللي شاركت معكم هما اللي درت فيه. دابا غادي ندوزو للقالب. هنايا القالب كاين هذا كيتباع ب5 ديال الدراهم ديال كاشير باش كيعطينا هذا الشكل دائري، وكنديروه كيدخل كيطيب صافي كنبقاو مهنيين، ما كيدخل كاشير لا ما لا والو. ما عندكمش هذا القالب هذا ممكن تخدموا بالميكا ديال سباكيتي. الميكا اللي كتبقى ديال سباكيتي كنحاولوا نديروا ليها عقيده من التحت، كيكون الشكل ديالها هو هذا. كنعقدوها هكا من التحت، كنكبوا فيها الخليط وكنعاودوها كنسدوها من الفوق وكنحزموها هكا مزيان باش يتجمع الخليط على شكل كاشيره، وكنعاودوا ندوروها في سلوفان يا اما في البابي الومنيوم ولا نعاودوا ندوبلوا ليها الميكا بالبابي اليمونتير، وكنديروها كنحطوها في الماء كيغلي وكنسدوا عليها الطنجره مده ديال ساعه ديال المكان. انا بالنسبه لي غادي هذا ب5 ديال الدراهم يعني رخيص وكتستعمل فيه كاشير مرارا وتكرارا حتى ما نشريو كاشير ديال الزنقه. كنخدموا بها كيف ما قلت لكم بزاف ديال المرات. المهم ندير فيها الخليط. ها نتوما كتشوفوا القوام ديالو فاش غادي يطيب غادي يتجمع وغادي يجينا كاشيره هي هذيك ان شاء الله. الا بغيتو تزيدوا الزيتون ممكن بلا ما تطحنوه مع هاد المكونات، بقاو كتضيفوا هكا نتوما كتخويو الخليط وكتلوحوا شويه الزيتون، عاوتاني كتصبوا شويه الخليط وكتلوحوا شويه ديال الزيتون باش كيجيكم هذاك الزيتون وسط الكاشير ما مهرس ما والو على شكل دوائر يعني هكا. وانتوما كتحطوا الخليط وكتحطوا شويه وكتحطوا الزويتنات ديالكم، كتحطوا شويه وكتحطوا الزويتنات ديالكم كيجي الشكل ديالو زوين. انا بالنسبه لي خوتي ما كيعجبهمش كاشير فيه الزيتون، هادشي علاش غادي نخدم غادي ما نضيفش الزيتون دابا. كما كتشوفوا اللون راه ما بيش، اللون راه هو هذاك زوين. غادي نحاول كنسدها مزيان. المهم نسدوها ما امكن مزيان. من بعد انا غادي نجيب هنايا واحد البرمه عندنا قديمه كنديروا فيها غير الذره ندير فيها واحد الكميه من الماء وغادي ندير فيها هذا الماء هذا واحد شويه ديال الخل، واحد 2 قطيرات ولا 2 معالق اللي بان لكم، ولا لوحوا طريفه ديال الحامض بحال غادي نحط هذه هكا الوسط. غادي نحاول نثقل عليها بشي زلافه باش ما تطلعش، وغادي نسدها. خصني نسدها بشي حاجه ثقيله باش ما يبقاش يطلع البخار. نشوف هاد الكاسرونه لا جات قدها. المهم صافا هادي راس كاسرونه شويه ثقيله صافي، وغادي نردها على بوطه مهيله طيب تقريبا ساعه ديال المكان. المهم بنات ها انايا دايره هادي على واحد على النار مهيله طيب على خاطرها. ما تضحكوش على البرمه ديال الوالده مسكينه، راه كنديروا فيها عيد الدرا الصراحه، وهكا بعض المرات كتحتاج نسخنوا فيها الماء ولا. المهم هذا مكان هو كاشير ديالنا هنايا كيطيب. والا سمعتوا شي شويه صداع في الاوديو فاسمحوا لي، انايا راه كاينه واحد الدجاجه كطيب انا شاركه معكم. داك فيها واحد شويه ديال الشعريه الصينيه راه كيطيح الارض. والمهم عمرها ماما بالشعريه الصينيه وشويه ديال الكبده صافي، وشرملاتها مزيان واحد 2 ساعات ديال المكانه وخلاتها هنايا في هذا الفران. صراحه كيشويها فحال ديال الزنقه تماما كطيب على خاطرها. كنخليوها هنايا كنقصوا ليها البوطه
كيف ما كتشوفوا كنخليوها واحد ساعتين حتى لساعتين ونص، كطيب شويه عليها وكتجي فتيه يا البنات ما شهيتكم فيها، زوينه بزاف. كدير تقريبا نفس الشرموله اللي سبق لي شاركت معكم في واحد الفيديو. وهذا ما كان، نصبروا على الكاشر ديالنا واحد الساعه ديال المكانه ونشارك معكم النتيجه باذن الله. المهم البنات كاشر راه كيجي غزال كنصحكم تجربوه، والا جربتوه ردوا عليا، راه كيجي زوين وصحي ولذيذ وفحال ديال الزنقه تماما. اما بالنسبه لليوتيوبرز تنظيم البيت مع منى، فصراحه هي احسن يوتيوبرز كاينه على اليوتيوب من وجهه نظري. انسانه خلوقه وكتعطي طاقه ايجابيه، والفيديوهات ديالها كاملين فيهم فائده، ما كاينش شي فيديو اللي ما فيهش فائده. اكيد الناس اللي كيعرفوها غادي يعرفوني على اش كنهضر بالضبط، والناس اللي ما كيعرفوهاش فمن اول فيديو غادي تدخلوا تشوفوه من قناتها غادي تعرفوني بالضبط على اش كنهضر. واحد طاقه ايجابيه كبيره بزاف. مؤخرا دايره مسابقه على القناه ديالها، واحد مجموعه من الهدايا شراتهم غادي تعطيهم الكومونتير اللي عليه اعلى عدد من الجيمات. انا يا البنات شاركت في ديك المسابقه، حطيت الكومونتير ديالي، وكنتمنى من كل قلبي انه يجمع اكبر عدد من الجيمات. ماشي حقاش محتاجه لهذيك الهديه ماديا، وانما معنويا كتعني لي بزاف. يكفي انني نحط هذاك الشيء عندي في الدار، واحد الطاقه ايجابيه كبيره غادي نشوفها قدامي وغادي نستلهمها من هذوك الحويجات. المهم اذا حبيتم كلكم دعموني هكا، دخلوا الفيديو تقلبوا على الكومونتير ديالي انا اللي فيه شهوات بسمه، وتعاونوني بجام هكا باش نقدر نفوز. اذا كتب الله بطبيعه الحال، اولا كاع ممكن تدخلوا حتى نتوما وتشاركوا في المسابقه. يعني الارزاق بيد الله، كله ورزقه، حنا ما عارفين شنو كاين ولا من نكسب داكشي. وهذا ما كان، كنتمنى من كل قلبي يعني اي وحده دخلت الفيديو غادي نخلي لكم الرابط ديال الفيديو في صندوق الوصف، انكم تدخلوا لصندوق الوصف تشوفوا الفيديو، تشوفوا القناه ديالها اللي ما كيعرفهاش. كنظن عدد كبير ديال الناس كيعرفها، واللي ما كيعرفهاش يدخل عندها، واللي ما لا يقول لها من طرف شهوات بسمه. وشكرا لكم كاملين مسبقا، كنتمنى لكم كاملين السعاده فين ما كنتوا، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.